واحد السيد كان قام بواحد الزياره لواحد القريه من القرى البدائيه واللي كانوا يعتمدوا على صيد القرده. وهنا غادي يسولهم وقال لهم كيفاش كتمكنوا من صيد القرود. قالوا ليه كنجيبوا واحد القرعه اللي كتكون مصنوعه من الحديد، الوزن ديالها ثقيل وعندها واحد الفم ضيق، كنوضعوا فيها الفاكهه، كيجي القرد كيدخل يديه في داك القرعه وكيشد داك الفاكهه. بطبيعه الحال القرد ما غاديش يقدر يخرج يديه من داك القرعه لانه شاد الفاكهه. وهنا كيجي الصياد كيشد القرد وكياكلو. العبره من هذه القصه هذه هي اننا شي مره كنتشبتوا وكنتمسكوا بشي حاجه اللي فيها كيكون الهلاك ديالنا والضياع ديالنا. وهكا وبهذه الطريقه الا تعلمنا وقتاش نتمسكوا باشياء وقتاش نتخلاو على اشياء اللي ممكن انها تسبب لنا مشاكل كبيره في حياتنا، غادي نكونوا استفدنا من هذه القصه وما غاديش نوقعوا في الفخ اللي وقع فيه القرد. خويا اختي، حاجه فيها مشاكل بعد منها وشوف فاكهه في بلاصه اخرى وشوف حياه في بلاصه اخرى. تحياتي لكم، السلام عليكم.